صباح الخير، عيدكم مبارك. النهارده هوريكم يوم كامل ليا النهارده وبكره وبعده اجازه. بس انا ما باخدش اليوم كامل اجازه في اي اجازات، يعني لازم اشتغل، فبطلع اقعد في مكان كده يكون بعيد عن المكان اللي انا فيه. الاول بصحى الصبح بشرب قهوه، ما باكلش اي حاجه بحيث ان ده يبقى شغال. قعدت اشتغلت على سكريبت بتاع حلقه يوتيوب، ده اللي بعمله تقريبا يعني تقريبا كل يوم او يوم ويوم. ما بحاولش ان انا اكل حاجه الصبح عشان اول ما باكل بحس ان ده وقف، بحس ان انا عندي وخم وعايز ارجع انام تاني. وبعد كده باكل فطار بيكون عالي في البروتين قليل في الكربوهيدرات، ممكن توست وبيض بقى اللي هو ممكن مثلا 7 8 بيضات، و يعني بياض بيض ومثلا بيضتين كاملين. انا بحاول اكمل زي ما قلت قبل كده 200 جرام بروتين في اليوم. خليني اوريكم المكان. بس هي 1 بدروم يعني مش كبيره. الرخامه بس ان في بتاع معدات هنا حاطينها علشان بيبنوا مبنى، واعتقد ان المبنى ده لو طلع الناس اللي هي قاعده في نفس المبنى اللي انا فيه دي هتزعل. دي البالم او النخله، هتلاقيها موجوده هناك اهي، اطلانتس هناك اهو لو خدتوا بالكم هنا. في دبي عين او دبي اي هناك اهي. المنطقه دي شكلها يعني جديده، مش هتلاقي فيه زحمه هنا كتير. لو عايز تطلع على مارينا بتمشي في الشارع ده كده، بتنزل من الفندق وتدخل شمال وتفضل ماشي على طول بتروح تلاقي مارينا. طبعا كل المباني دي بتاعت اعمار، طالعين المنطقه دي كلها تقريبا نفس المباني، نفس الديزاين ونفس كل حاجه. مفيش محلات تجاريه تقريبا خالص، يعني مفيش سوبر ماركتس ولا اي حاجه. في صيدليه بس بتاعت ابن سينا هناك في الناحيه التانيه. في حد سالني سؤال قال لي هل لازم ان انا اسافر بره عشان انجح؟ الانسان بشكل عام لازم يسافر بره. انا مش هجاوبك اجابه صريحه او في المطلق، انت هتستنتج من الكلام. في نوعيه من الناس عندها سكيل فهلوه، انها بتعرف تمشي امورها وبتعرف انها تخلص مصالح والكلام ده كله، والسكيل دي بتخليها انها تنجح في بلاد معينه. وفي ناس تانية بتعرفش تتعامل مع الموضوع ده، ما بتعرفش انها تكون فهلويه، انها تمشي امورها، انها تكلم ده، انها تتحايل بشكل ما علشان توصل للحاجه اللي هي عايزه توصل لها. انا من الناس ما عنديش المهاره دي. فلو انت شخص عندك مهارة الفهلوة وان انت تمشي امورك وعندك علاقات في المكان اللي انت فيه حاليا، ففي فرصة ان انت تنجح. لكن لو انت ما عندكش استعداد اصلا ان انت تتعلم المهارة دي او ان انت تمشي امورك بالطريقة دي، فبالتالي افضل انت تسافر، لانك هتضيع وقت طويل جدا في ان انت تخلص الحاجات الاساسية. خليني اوريكم الفطار هنفطر ايه. ده الفطار تقريبا 7 بياض بيض وبيضتين كاملين، او 7 بياض بيض وبيضة كاملة وتوست. هو محروق شويه بس مش مشكله. وده عصير. بمناسبة موضوع صناعة المحتوى، في ناس بتدخل معانا منتورشيب او كده بيلاقوا صعوبة في موضوع ان هم يعملوا محتوى ويوفقوا ما بينه وما بين دوامهم الكامل. الموضوع بس محتاج ان انت تديله اولوية. فانا لو حطيت قدامي تارجت او هدف ان انا انزل فيديو اسبوعيا على اليوتيوب، انا هستغل كل وقت ينفع اصور فيه ان انا اعمل فيديو. على سبيل المثال انا في مرحله معينه كان عندي ضغط شغل، كنت بستغل الوقت اللي انا باخد فيه بريك من الشغل، بطلع اقعد في العربيه واصور. الوقت مثلا اللي ممكن اروح اتمشى فيه الكافي شوب، اقوم جايب الكاميرا وقاعد بصور. فهي الفكره بس ان انت عايز تدي للموضوع اولويه، انت عايز الموضوع قد ايه. لو انت عندك هدف ان الموضوع ده يبقى اكل عيشك مثلا، او ان انت تجيب منه مصدر دخل، هتلاقي طريقه ان انت تعمل محتوى. تاني حاجه موضوع الافكار. الافكار بتجيلي من استهلاك المحتوى، لان خلينا نكون واضحين، الناس ما بتعيدش اختراع العجله. صناعي المحتوى يعني ما بخترعش، يعني انا بيبقى غالبا الافكار اللي بقولها والحاجات اللي بقولها مبنيه على تجارب شخصيه، وفي نفس الوقت مقتبسه بشكل ما من حد تاني. انا ما بسرقش، يعني ما باخدش الحاجه كوبي بيست، ولكني بقتبس من حد تاني، والحد التاني اللي مقتبس منه مقتبس من حد تالت. فشوف حاجه انت مقتنع بيها، حاجه انت بتريليت معاك، وطلع فكره تكون مبنيه على تجربه خاصه بيك. حتى الفيديو ممكن ما تصوروش على مره واحده. يعني انا امبارح صورت جزء من فيديو بتاع النهارده، لان انا مش عايز اقعد طول اليوم اصور، فصورت جزء بتاع الجيم مثلا امبارح. صورت الجزء بتاع وانا بتمشى مثلا الصبح. فانت مش لازم تكون بتصور الفيديو كله في الوقت ده، لا، قسم الفيديو على كذا يوم، وهتلاقي نفسك على نهايه الاسبوع جمعت فيديو. ده الدور الاول.
المنطقة دي هادية تماما. البيلدينج بيبقى ليك اكسس على الشط ده والشط اللي هو الناحية التانية. الناحية التانية هنا مارينا. الناحية دي درجة الحرارة دلوقتي تقريبا 35 36 حاجة زي كده، ودي حاجة عادية يعني. دي البول هناك اهي. لو هختار مكان انصح بيه الناس تقعد فيه في دبي في الوقت الحالي بالنسبه لنا، يكون السعر فيه مش عالي قوي ويكون المكان نظيف الى حد كبير. جي في سي سيليكون اويسز كانت كويسه جدا من اول ما يعني جيت دبي 2019، بس دلوقتي بدات انها تتزحم جامد. هي ما زالت كويسه يعني لو اي حد عايز يقعد في المنطقه دي. كمان ممكن ورسان مش هتلاقي الليفل قوي بتاع مارينا، يعني مارينا غاليه قوي وفي نفس الوقت مش سيئه لدرجه مثلا الخدمات في ديره مثلا. السنتين الاخرانيين دبي اتزحمت بشكل كبير جدا. في ناس كتيره جت على دبي بعد الكورونا، وناس كتيره جت عشان خاطر موضوع البيزنس. ده بيسبب طبعا ازمه في المواصلات. دبي دايما بتلاقي طريقه، بتلاقي جديد، بتلاقي طريقه للخروج من المشكله يعني. فانا متاكد ان هم هيلاقوا حل لموضوع الزحمه ده. يتفتح بقى طرق جديده، كباري جديده. هنقعد شويه وبعد كده ممكن نشرب قهوه تاني، وبعد كده هطلع اصور يوتيوب فيديو. انا كنت بتمرن قبل كده تقريبا 5 أو 6 ايام في الاسبوع. انا بستمتع بالتمرين يعني، ما بلاقيش فيه اي ملل خالص من التمرين. بس لما بدأ الشغل يزيد وبقى فيه دوام كامل وبيزنس اونلاين وكده، فبدأت ان انا ادي اولويه اكتر للشغل، بس في نفس الوقت ما وقفتش تمرين. يعني بتمرن ممكن 4 ايام 5 ايام في الاسبوع ماكسيموم. التمرين بيبقى مدته ساعة ساعة وربع بالكتير. والكارديو بعمله خلال الأسبوع. يعني أنا ما بتمرنش كارديو تقريبا بعد الجيم. بحاول إن أنا أمشي كتير. بحاول إن أنا ممكن ألعب هاي انتنسيتي ورك اوت مثلا، أو تمارين اللي هي بتاعت مقاومة عالية من وقت للتاني. عموما أنا ما بقضيش حياتي في الجيم يعني. في حاجات بتبقى ليها أولوية، لا الحاجات اللي تأكلني عيش، حاجات أنا عايز آكل عيش. فالموضوع ده بيبقى مهم جدا. بالنسبه للدايت انا برضو كنت قبل كده بقعد عارف اللي هو لازم اكل 5 6 وجبات في اليوم، وبقعد وقت طويل جدا ان انا احضر وجبات، او ان انا حتى اجيب وجبات من بره، وبتهلك وقت في الاكل. وفي نفس الوقت لما بتاكل كتير بيحصل وخم زي ما قلت، وما بتبقاش عندك يعني طاقه ان انت تشتغل. فبدات ان انا خلاص انا هاخد السعرات بتاعتي، بس هقسم الوجبات على 3 وجبات فقط. فاخدت الوجبه الاولانيه، دلوقتي هناكل الوجبه الثانيه، وبعد كده نشوف هناكل الوجبه الثالثه ايه. احيانا بيبقى يعني كم الجرامات من البروتين المفروض اكملها، وبيبقى صعب ان انا اكملها من الوجبات، فبكملها بقى من مثلا مشروب بتاع بروتين. ممكن اكملها من زبادي يوناني، من اي حاجه بتكون ممكن تشتريها مثلا من السوبر ماركت او ايا كان. في حاجه نصح بيها ستيف هارفي قبل كده، ونصيحة عجبتني جدا. قال لك حاول من وقت للتاني ان انت تجرب حاجة انت في الطبيعي ما بتقدرش ان انت تتحمل نفقاتها. بمعنى ان انت مثلا حاول تسافر بزنس كلاس مثلا وقت للتاني. لو مش معاك مثلا فلوس، حاول انت تقعد في مكان لمدة يومين 3 انت في الطبيعي ما بتتحملش التكاليف بتاعته. لما بتشم ريحة الحاجة دي، او بتشم ريحة الحاجة اللي انت في الطبيعي مش قادر تتحمل نفقاتها، بتشتغل على نفسك جامد جدا عشان توصل للليفل ده. فلو جيت مثلا حجزت بيزنس كلاس في مره وفعلا التيكت مثلا غاليه عليك قوي، هتلاقي نفسك جربت الاحساس ده، فهتبقى مش عايز تداون جريد، او مش عايز ان انت ترجع للايكونومي تاني، او ان انت ترجع اللايف ستايل تاني، او ان انت تفضل مكمل طول حياتك في الليفل ده. فالموضوع بيدفعك لان انت تشتغل بشكل افضل. مش لازم يكون الموضوع حجز تذاكر طيران غاليه، ولا ان انت تقعد مثلا تسافر دوله مثلا اوروبيه غاليه. لا، شوف حاجه اعلى عليك شويه، يعني اعلى عليك ماديا شويه، ان انت في الطبيعي ما بتقدرش تحمل نفقاتها. ممكن يكون حجز في مكان في مدينه قريبه منك. صدقني بعد ما تخوض التجربه دي هتلاقي نفسك عايز يبقى ده الستاندرد بتاعك او الليفل بتاعك. هناكل الوجبه الثانيه. الوجبه الثانيه انا ما حسبتش سعراتها. انا في الطبيعي باخد توتال من 2700 لحد 3000. مكرونه وجبنه ولحمه مفرومه. لحمه مفرومه قليله الدسم. ممكن الوجبه دي فيها سعرات شويه، بس يعني انا باكل 3 وجبات، فبحاول ان انا اكمل 2700. باخدها بالوايم يعني، ما بقعدش اخد معاه ميزان. وجدت ان كل المرحله دي كل الناس عدت بيها، والناس حتى اللي دخلت معانا في الكورس كلهم عدوا بيها لحد ما بداوا نشروا.
لو جيت اتعودت ان انت تنشر فيديو كل اسبوع، يوتيوب مثلا وفيديو تيك توك كل يوم، هتلاقي نفسك بتتعب نفسيا لو ما طلعتش على السوشيال ميديا. فاحنا عايزين نوصلك للنقطه دي. خلاص خلصنا الميتنج. في واحد سالني سؤال قبل كده على موضوع العيشه في دبي وكده، واذا كانت البلد كفء او كويسه لموضوع التربيه بتاعه الاولاد وكده. انت لو عايز تربي ولادك في بيئه امنه زياده عن اللزوم، فدبي مكان مناسب، ولكن ممكن يكون ده غير مناسب على المدى البعيد، لان حرفيا الولاد بيتعودوا على المثاليه. دبي بلد امنه بشكل غبي، يعني مهما وصفت لك. انا كنت بروح مول قدام البيت، ممكن بسيب اللابتوب وبسيب الموبايل وبسيب كل حاجه علشان احجز المكان. ممكن اطلع مثلا اقعد شويه فوق. ممكن تسيب ولادك عادي في الشارع. طبعا ما يفضلش خالص انت تعمل كده، بس قصدي الموضوع بيوصل لدرجه ان في ناس ما بتقفلش اصلا البيوت بتاعتها. فلما بتلاقي طفل اتعود على الدرجه دي من الامان، ما بيبقاش جاهز لاي حاجه ممكن تحصل له في حياته فيما بعد، لانه ممكن ما يقعدش في دبي على طول. في نفس الوقت برضو قد تكون الموضوع بتاع النظافه وكده مش احسن حاجه، لانك ما بتيجي تروح اي مكان تاني بتبقى اتعودت على ليفل معين، ما بتبقاش قادر انت تقبل باقل منه. بس انا بالنسبه لي واحد جيت من بلد صغيره، من مدينه صغيره وكده، فالموضوع بالنسبه لي لا عادي، بقدر قيمه النعمه لان انا شفت اقل من كده. فدي ميزه ان انت ما تبقاش غني، ما تتولدش يعني في بيئه يعني فاحشه الثراء او لعيله فاحشه الثراء. انا شايف بصراحه لو انت هتربي ولادك مثلا لحد سن معين، لازم تطلعهم بره دبي، يعني يشوفوا العالم على حق. العيل عارف اللي هو ايه، ينشف شويه. يعني نيجي للنقطه بتاعه الفيتامينات. انا باخد فيتامينات ايه؟ باخد اوميجا 3 عشان خاطر موضوع التركيز. عندي نقص حديد فباخد حديد مع ان اسم الحديدي. باخد بي 12 برضو علشان تستوستيرون وكده. باخد زنك ومغنيسيوم. باخد حاجه تانية اللي هي فينسترايد علشان خاطر الشعر، لان في كذا حد سألني قال لي انت بتاخد فينسترايد ولا لا؟ انا باخد فينسترايد. انصح حد ان هو ياخده ولا لا، استشير طبيب، لان الموضوع مش لعب، يعني ليه اضرار، ممكن الناس يحصل لها ضرر. انا بقالي باخده يعني تقريبا سنتين لسنتين ونص، الحمد لله مفيش حاجه. شفت نتيجه 100%. بالنسبه للحاجات التانية اللي باخدها للشعر، مثلا ممكن بايوتين، كولاجين، مش على طول يعني، انا خلصانين من عندي من زمان وما باخدهمش. للشعر عموما مفيش حاجه معينه نفعتني، على قد ما انا ما بغسلش شعري بميه بتاعه الحنفيه، يا اما شاور هيد، يا اما ميه معدنيه. في نفس الوقت بحاول استخدم سيروم باستمرار. لو انا مثلا هنشف شعري او هعمل استشوار او كده، البتاع ده بستخدمه مثلا بعد ما بنشف شعري، بيرطب الشعر. اسمه باليه تقريبا او حاجه زي كده، هو منتج الماني موجود، هتلاقوه موجود على نون وكده، يعني هو منتج المفروض شركه المانيه. بشره ما بخرجش في الشمس لما بحط صن بلوك. بنظف البشره باستمرار، سيرافي. ممكن من وقت للتاني بعمل مش عارف حاجات للبشره وبتاع، بس عارف اللي هو مش مهتم قوي يعني. القشره كانت عامله لي مشكله كبيره جدا، البتاع ده حله سحري، ما اعرفش هتجيبه ازاي لانه مش موجود في اي حته. ده لقيته في البوسنه، مراتي جابتهولي من البوسنه. فلو انت عرفت تجيبه، البتاع ده سحري بجد. انا جربت تقريبا كل حاجه قشره، مفيش حاجه نفعت معايا الا ده. كان في شامبو اسمه سيلسن بلو، وممكن نيزورال، بس نيزورال اللي هو احط لكم الصوره بتاعته، اللي هو النوع بتاع نيزورال، لانه نيزورال المصري ده ما بيعملش حاجه. الشمس برضو خلي بالك بتاثر على فروه الراس وبتاثر على الشعر، فحاول انت ما تعرضش شعرك لشمسه او شمسه، مش عارف ليه بقول شمسه، شمس بشكل كبير. بس دي تقريبا كل الفيتامينز او الحاجات بتاعه الشعر، الحاجات بتاعه البشره. خلي بالكم برضو القهوه الكتير بتعمل ديهايدريشن وبتخلي البشره مش احسن حاجه. فدي تقريبا كل حاجه. فناخد بروتين وبعد كده نطلع نتمشى شويه ونرجع ناخد اخر وجبه، ودي الوجبه الثالثه او الاخيره، عصير زيرو شوجر. وكده نبقى كملنا الوجبات بتاعت اليوم. اليخوت دي بتتأجر. انا بصيت كده يعني على السعر بتاعها، من اول تقريبا 7,500 درهم في اليوم لحد ممكن 40,000 و50,000 درهم في اليوم. طبعا بيعتمد على حالة اليخت ونوعه وعدد الناس اللي بتبقى موجودة فيه. ناس انفلونسرز بياخدوا المركب ده كبزنس، ان هم يصوروا كونتنت وكده. وطبعا بيبقى في مجموعة جاية، يعني ممكن مثلا جروب 40 واحد ولا حاجة يعملوا سبليت او يقسموا السعر بتاع اليخت عليهم كلهم. فالموضوع بيبقى لطيف يعني.
بص هتلاقي تقريبا نفس الستايل ده كده معمول في ابو ظبي برضو ناحيه ياس ايلاند، تقريبا نفس الكونستراكتور. المباني دي كلها اعمار. الكلب ده كبير فشخ. الحته دي تقريبا ما فيهاش حد، و يعني بيحاولوا ان هم يخلوها نظيفه على قد ما يقدروا يعني. يعني ففي شويه محلات، في محلات بتاعت مثلا حلاقه، ممكن صيدليه، بس تقريبا ما فيش حاجه تانية. ممكن في شويه كافيهات بس. علشان تروح اي حته تانية مثلا بلو ووترز او تروح مارينا او اي حاجه تلت ساعه بالعربيه تقريبا. طيب انا شغال دلوقتي مبرمج، ليه بعمل محتوى؟ اولا في الاخر عشان ازود دخلي، علشان استغل السوشيال ميديا عموما ان انا اعمل ليفرج، ان انا اعمل حاجه مره واحده وتفضل معايا على طول، ان انا اعمل بيرسونال براند. الموضوع ده هيفيدني مع التطور بتاع الذكاء الاصطناعي، وطبعا علشان افيد الناس. يعني دي بتبقى حاجه بترضيني لما بتحس ان انت بتغير في حياه حد بشكل عام. فعلشان كده انا بعمل محتوى، وعلشان كده انا بحاول ان انا اساعد الناس انها تعمل محتوى زيي. ودي الرساله اللي انا بحاول اوجهها طول الوقت. في ناس كتير عندها خبرات تقنيه مدفونه ما بتعملش عنها محتوى. الناس دي ما بتستفدش، وفي نفس الوقت الناس ما بتستفدش من خبراتها. الناس اللي عندها خبرات دي بتروح الشغل، بتروح وخلاص. عدد معين من الناس او شركات معينه او شركه معينه مستفيده من خبراتها وخلاص. فانا واخدها كانها رساله. فهنقعد شويه يعني نستمتع بالجو كده، وبعد كده هروح. ده تقريبا نهايه اليوم. انا خدت 3 وجبات، ولكن في حاجات تانية زياده زي السناكس مثلا. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون فيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. انا معكم احمد الحديدي، السلام عليكم.